السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح ال use cases. دي أول diagram هنبدأ بيها. طيب، لو أنت ما تعرفش حاجة عن ال use cases فأنصحك ترجع للفيديو بتاع الانترودكشن اللي أنا عامله في البلاي ليست دي. الفيديو دوت أنا موضح فيه كل المخططات، موضح الفرق بين كل مخطط والتاني، وكمان موضح كل مخطط بيشمل إيه أو ايه الكونتنت بتاعه او المحتوى بتاعه. طيب، نبدأ في موضوعنا أو في الفيديو بتاعنا. انا دخلت الجيميناي وهو طلبت منه مثال، يعني يديني مثال اشتغل عليه. هو اداني مثال لمكتبة، ولكن هنزود شوية حاجات لان الجوبس اللي عندي او الفانكشناليتي اللي عندي مش كتير، وغالبا هتروح كلها لليوزر، فاحنا هنضيف شوية للادمن. تمام. أنا خدت البحث عن كتاب، وخدت طلب الكتاب وعرض حالة الطلب وتحديث بيانات المستخدم، وهاخد مسؤول المكتبة معايا برضو. هننسقهم دلوقتي. طيب، نظبطهم بس في النص كده عشان يبقى إيه، يبقى كلهم على نفس الخط. طيب ممكن بقى إيه، لا عامة يعني ما بنربطهمش ببعض. طيب، ممكن إحنا نحط إضافة كتاب، وليكن ممكن نخليه مثلا إضافة كتاب، نحطها هنا. تمام، جميل جدا. ممكن برضو نعمل حاجة كمان. نعمل مثلا حذف كتاب، يعني نضيف شوية functions للأدمن بس. طيب، نعمل برضو هنا حذف كتاب. أعتقد كده كويسين. ممكن بقى إيه، نجيب مثلا شخص، نجيب أكتور نحطه هنا، ونجيب أكتور تاني نحطه هنا، وهنعرف مين ده ومين دلوقتي. طيب، قبل بس ما نبدأ نشرح خلينا نعرف الأول يا ابني اتحرك يا ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمسكه إزاي ده؟ ماشي، تمام. قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة خلينا نعرف بس اليوز كيسز أو اليوز كيس عبارة عن إيه، أو بتشيل إيه، أو بتعمل إيه. طيب بص، اليوز كيس كل هدفها تديني صورة عامة عن النظام بتاعي، يعني بتوضح لي، أو من خلالها أنا بقدر أفهم لو أنا شخص معرفش أي حاجة عن السيستم ده نهائي، أبيض يا وردة حرفيا. عاوز أعرف بس أنا عندي كام رول، يعني عندي كام شخص بيدخل للسيستم بتاعي، وكل شخص إيه صلاحياته، أو يقدر يعمل إيه، يقدر أو محجوب عنه إيه، وهكذا. دي اليوز كيس. حضرتك بتجيب الفانكشنز اللي عندك كلها، او البروسيس اللي عندك كلها، وبتحطها في النص زي ما انت شايف كده، وتبدأ تجيب مثلا انت عندك ادمن، عندك يوزر، ممكن يكون عندك مثلا ايه شخص مستثمر او حاجة، فده يوزر تالت، وطبعا هيكون ليه بروسيس تانية. تمام. ولكن احنا بس بنفهم الفكرة، يبقى احنا عرفنا كده نظريا اليوز كيس بتوضح لي ايه، او محتواها ايه. محتواها شخصين او الاشخاص اللي عندي في السيستم بتاعي بشكل عام، وببدأ أحط البروسيس في النص، وأبدأ أشوف بقى الأدمن هيأكسس على إيه، أو ليه يعمل إيه في السيستم بتاعي، والأكتور أو اللي هو اليوزر برضه ليه يعمل إيه في السيستم بتاعي. طيب إحنا ممكن هنا بس إيه نظبط التسمية، فنقول مثلا هنا إيه يوزر، معلش. تمام. ممكن هنا إيه نسيبها دي زي ما هي كده، وممكن نيجي هنا نقول برضو هنا ده الشخص الأدمن، يا نهار أبيض. طيب، الأدمن. طيب، كلام جميل وزي الفل. عايز أبدأ بقى إيه، أشوف صلاحيات كل شخص. عندي مثلا هاجي لليوزر، يعني بالمنطق ده مش محتاج دراسة ولا محتاج أي حاجة. هل اليوزر ليه إن هو يبحث عن كتاب؟ أكيد، يعني يقدر يبحث، ما يبحثش ليه؟ ما هو أصلا داخل عشان يشتري. طيب، يقدر يطلب كتاب؟ أكيد طبعا، أنا أصلا بقدم الخدمة دي عشان خاطر اليوزر. طيب، كلام جميل. أقدر أعرض له حالة الطلب بتاعه؟ أكيد، يعني لو ما عرضتهاش له هعرضها لمين؟ شوف كل ده احنا شغالين بالمنطق، احنا ما افتكسناش، ما دخلناش أي حاجة إيه فيها يعني تعقيد في النص. تمام. تحديث بيانات المستخدم، هل اليوزر ده هسمح له إن هو ممكن مثلا يعدل بياناته، أو مثلا يعدل بيانات
خاصة بيه يعني؟ طبعا، ايه المشكلة؟ ليه ما يعدلش بيانات خاصة بيه؟ طيب كلام جميل. هل يقدر يضيف كتاب؟ لا. طب يعرف يحذف كتاب؟ لا. طب هيضيف ويحذف منين؟ من السيستم بتاعي. هل هو مسؤول عن اللايبرري او المكتبة بتاعتي؟ لا. طيب يبقى كده خلاص لحد هنا الشخص دوت او اليوزر خلاص ادواره انتهت. نبدأ نشوف الشخص التاني الادمن. يقدر يبحث عن كتاب؟ طبعا ما يقدرش. ليه؟ طيب يقدر يطلب كتاب؟ هو منطقيا يقدر، بس يعني احنا بنتكلم في الحاجات اللي هو مش بتاعته هو. يعني مثلا ما اروحش هو اصلا الادمن وظيفته في السيستم عندي ان هو مثلا ايه، يتابع الحالة، مثلا يعمل اضافة لكتب معينة، يحذف كتب معينة، يابديت مثلا كتب معينة. اعتقد منطقيا برضو ممكن نبعده عن حتة بحث والطلب وعرض الحالة. ممكن نحطه في عرض الحالة، يعني يبقى على الاقل متابع حالة الاوردر ده وصلت لحد فين. ممكن كمان نحطه هنا مثلا نخليه يسمح له يحدث بيانات المستخدم. اكيد طبعا هو ادمن، يعني ليه ما يحدثش بيانات اليوزر؟ تمام. هل هو مسؤول عن المكتبة؟ أكيد طبعا، مليون في المية مسؤول عن المكتبة. ده راجل أدمن، هو اللي يقدر يضيف ويحط ويعمل الكلام ده كله. طيب يقدر يضيف كتاب؟ أكيد طبعا برضو يقدر يضيف كتاب. ليه لأ؟ طيب يقدر يحذف كتاب؟ أكيد طبعا يقدر يحذف كتاب. طيب يبقى احنا كده بص، بكل سهولة وبكل بساطة عملت يوز كيس. معلومة، ممكن شكل اليوز كيس يختلف من شخص لآخر. بمعنى يعني أنا مثلا كجمال آه، انا شايف ان كده اليوز كيس او الدياجرام بتاعي كده صحيح. خلاص هو ايه قضى الغرض بتاعي. تمام. اقدر اعتمده كده، اقدر اعتمده كده. يعني ممكن مثلا ايه، الدكتور في الجامعة عندي هو لا مش عايزه كده، مش شايفه كده. خلاص يبقى انا هشوف الدكتور عاوز الشكل اللي هو عايزه ايه واعمل له الشكل بتاعه. ولكن هو في النهاية اللوجيك واحد، الستبس واحدة. تمام. كده يكون اليوز كيس خلصت. عرفنا ان محتوى، نراجع مرة كمان معلش، عرفنا ان محتوى اليوز كيس عبارة عن حاجتين: البروسيس والاشخاص. يعني ايه البروسيس اللي بتتم عندي؟ من الاشخاص اللي بيأكسسوا على البروسيس دي. عرفنا ان احنا مثلا عندنا ايه، شخص، عندنا اتنين، عندنا تلاتة. كل المطلوب مننا نرصهم جنب بعض كده وليكن او بالشكل ده، واحد هنا واحد هنا، ايا كان الشكل والطريقة. وعرفنا ان البروسيس بتاعتي بحطها في النص عندي، وابدا بقى اشوف كل شخص ليه ياكسس عليه او ليه بروسيس ايه، وابدا اوصل. هي بتيجي باللوجيك بالمنطق كده. يعني هل مثلا مع الادمن ما هو يقدر ان هو يسيرش على كتاب، يقدر يعمل اوردر لكتاب، بس هل انا هسمح له بكده مثلا، او انا اصلا احطه عشان كده؟ اكيد طبعا لا. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.